السلام عليكم. هاتي بقى الحشوة كده حطيها في نص العجينة وطبقيها وانسي اي طريقة جربتيها. تعالي شوفي الطريقة السهلة السريعة البسيطة دي. صلي على النبي وتعالي نشوف المكونات والمقادير. اول حاجة كده عندي كوباية من المية بدرجة حرارة المطبخ، مية من الحنفية عادي. ضيفي عليها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقتين من السكر. هنضيف عليها كمان كوباية كده مليانة من السمنة. خلي الكوباية اللي انتي هتعايري بيها المكونات كلها كوباية واحدة. عندي كوبايتين ونص من الطحين في العجان كده، وهبدأ أعجنهم لمدة 5 دقايق. تقدري لو معندكيش العجان تعجنيهم في أي طبق بلاستيك عادي، يعني هيبقى معاكي نفس النتيجة واحدة يعني. لمدة 5 دقايق برضو كده تفضلي تعجني فيهم لما العجينة تبقى معاكي طرية كده. عجينة بتبقى طرية ولكن مش بتلزق، يعني مبتلزقش في ايدينا. هاخد العجينة بقى كده زي ما انتوا شايفين. هنجيب بقى صينية كده نرش عليها رشة من الطحين أو دقيق، وهنقسم العجينة لجزئين. هنغطيها كده ترتاح لمدة 5 دقايق. أنا عندي كده دول 250 جرام من العجوة. هاخد أول قطعة كده من العجين وأبدأ أفردها بالشكل ده. عايزة أقولك الخطوة دي هتوفر عليكي وقت ومجهود كبير جدا. حطي بقى الحشوة وابدأي قفلي عليها من الجنبين كده بالشكل ده. ادي أول قطعة، رشة دي برضو كده على الرخامة، وهجيب القطعة التانية وافردها برضو بنفس الشكل. طبعا العجوة بتاعتنا بتكون طرية جدا عشان ما تقطعش معانا العجينة. هسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق وارجع لها تاني. هنغطيها برضو بكيس كده عشان الدنيا ساقعة، الجو ساقعة وما تنشفش معانا. رشة برضو من الطحين، وهناخد اول عجينة احنا كده حشيناها بالحشوة بتاعتنا، وهنبدأ نفردها بالشكل ده كده بالمردان علشان نفرد العجوة جوه العجينة كلها. تعالي بقى كده ابدأي ابرمي بالشكل ده كده. هاتي برضو العجينة التانية المحشية برضو بالعجوة، وابدأي افرديها بالمردانة كده. افردي بالشكل ده، افرديها بقى بشكل متساوي كده عشان توزعي العجوة في كل العجينة. هسيبها ترتاح برضو لمدة 5 دقايق وارجع لها. بعد 5 دقايق رشة برضو كده من الطحين على الرخامة، وهنبدأ نفرد العجين بالشكل ده. ما شاء الله العجينة تحفة كده وسلسة معانا. ابدأي بقى قطعيه كده بالشكل ده. ما شاء الله العجوة في العجينة كلها صينية مش مدهونة أي مادة دهنية. وابدأي رصي فيها العجينة بتاعتك. مشغلة الفرن طبعا على درجة حرارة 180 الأول كده على ما اخلص شغل، يعني قبل ما اسوي علشان الفرن يسخن معايا. هرص الكمية كلها وهعمل العجينة التانية برضو بنفس الشكل وبنفس النظام. عايزة اقولكوا التسوية في الألمونيا بتفرق كتير وبتكون تحفة بصراحة وبتكون أسرع. خلصتها بقى وعندي برضو كام قطعة تانيين كده. هبدأ ارصهم في الصينية التانية على طول. بعد خلاص ما ارص العجين في الصينية كده، مشغلة الفرن بقى على درجة حرارة 180. دخلتها الفرن بقى كده على درجة حرارة 200، وحطيت الشبكة في رف أوسط مش بشغل الشواية. تطلع معاكي أحلى كعب غزال كده زي اللي بنشتريه من الأفران وأجمل. طريقة سهلة، فردنا العجوة مع العجينة خطوة واحدة تعملي أحلى حاجة. بكوبايتين من الطحين هتملي بيتك.